ايه الشخص الغريب اللي يعمل ثومنيل زي ده ويفضح نفسه ويفضل يعمل ينتقد نفسه بالطريقه دي؟ شكله وشه عامل ازاي؟ انا الشخص الغريب ده. هو ممكن حد يعمل فيديو زي ده عشان حاجتين: يا هو عايز اتنشن كتير قوي من الناس، يا اما تاني حاجه هو عايز يساعد حد. انا هعتبر نفسي عايز اساعد حد. ف insecurities اللي انت، ده فيديو ده معمول للبنات والولاد، عشان بنات كتيره جدا عشان انا بعمل محتوى بيبعتوا لي بيقولوا لي هم دايما بيحسوا هم مركزين قوي على شكلهم كل ما يكبروا اكتر، ومش عارفين يعملوا ايه، وزنهم ومش عارف ايه. والولاد يعني ولاد دلوقتي بقى بحسهم بقوا بنات شويه اللي هم مركزين قوي على شكلهم. انا كنت منهم، واخويا برضو الصغير افضحه كمان، يعني جات له فتره كده برضو. احنا كلنا بيجي لنا فتره زي كده بنبقى حاسين ان احنا مش كويسين، مش عندناش ثقة في نفسنا. بنشوف مثلا الناس على السوشيال ميديا شكلهم حلو قوي وبقينا نقارن نفسنا بيهم. وانا هفضح نفسي اقول انا من عندي 13 سنة كنت انسان ما عندوش ثقة في نفسه، وكنت بنتقد نفسي والانسكيورتيز بتاعتي بطريقة سيئة جدا. ايه الانسكيورتيز بتاعتي وانا كان عندي 13 سنة؟ كان سناني، يعني في جاب كده، بحط صورة في جاب كان في سناني. كان عندي حاجه اسمها جاينوكوماستيا، اللي هي تبقى زي حاجه كده بتطلع ورا النيبل بتاعت الراجل. ودي بتطلع يا اما من ستيرويدز، يا اما يعني مثلا حد بيحقن عشان يكبر عضلاته، او بسبب البلوغ. فانا حصلت طبعا بسبب البلوغ. ودي كنت حاجه دايما بفكر فيها. انا كنت كمان بعوم، تمام؟ فتخيل بقى قبل ما تنزل البسين كل شويه تفضل تعمل كده تقرصها بقى عشان مش شكلها طبيعي، وبتبقى حاجه غريبه يعني. ومثلا في التيشيرتات بيبقى شكلها باين، شكلها مش حلو. وفي ناس عيبت عليها قبل كده، قالت انت ليه شكلك غريب في الحته دي؟ مش مهم يعني. واسناني مثلا، في حد في المدرسه مره اتريق عليا وانا رجعت البيت عيطت وانا عندي 13 سنه. فالانسكيورتيز دي حاجه عند كل حد، يعني لو تتخيل كل حد عنده انسكيورتيز في العالم. ما احسن واحده شفتها في حياتك هيبقى عندها انسكيورتيز. احسن واحد شفته شكله في حياتك هيبقى عنده انسكيورتيز. انا لسه شايف واحد في الجيم، تمام، طويل جدا ومعضل جدا وشكله يعني شكله اكن حد رسمه، تمام. ولسه كان بيتكلم عن الانسكيورتيز بتاعته، اللي هو مثلا حاسس هو مش عندوش ثقة في نفسه وبيحاول يعمل فلوس ومش عارف. يعني كل حد عمرك تخيلته في حياتك بيعدي بالحاجات دي. فانا في 5 حاجات انا عملتهم من وانا عندي، يعني لا، من السنة دي او السنة اللي فاتت، اللي هم خلوني ما يبقاش عندي insecurities او مش مهتم باللي عندي insecurities، او حاسس عندي ثقة في نفسي اكتر. هو حاجة من التلاتة دول بس. انا دلوقتي الحاجات اللي كانت مأثرة عليا والحاجات اللي انت شايفها على الثامنيل دي، هي دي مش حقيقية. يعني انا عمري في حياتي ما هبص على نفسي بالطريقة دي، انا عندي حاجة هنا وده مش مظبوط، ايه سيمتري والحاجات الغريبة دي، لا. بس قلت ما مثلا اعمل judging myself objectively. يعني مثلا الناس بتقوله على تيك توك، عشان في ناس لوكس ماكسرز بقى والكلام ده. انا كنت مره عملت فيديو لوكس ماكس مش عارف ليه، دليته طبعا. بس هو يعني بيقول لك لا، انت لو شكل وشك مش متناسق انت عمرك ما هتجيب بنات. انت شكل وشك لو معوج شويه، اي براوز مش عارفين، مناخيرك كبيره، لا بص ده كله تخلف وكله يعني غلط. وما تتفرجش على الناس دي اللي بتقول لك الشكل اهم حاجه والخرا ده. ماشي. insecurities بقى، اول حاجه المفروض تعملها، تمام، تعمل accepting. انا هكتب بالانجليزي بس هترجم، انتوا بتفهموا انجليزي. accepting، تمام. ما تحاولش تحارب اللي انت عندك. ما عندكش المشكله دي، انت عندك المشكله دي. انا عندي جاينوكوماستيا، تمام. ما فيش حاجه ممكن تتعمل، في حاجه ممكن تتعمل مثلا عمليه او حاجه زي كده، مش دلوقتي. او انت عندك الحكايه دي يا يوسف، او عندك الحكايه دي، تمام. انا دلوقتي فهمت، ما بحاولش اخبيها، تمام. مثلا رايح الجيم، قبل ما اقلع التيشيرت ما افضلش اعمل كده والحاجات الخرا دي والحاجات الضعيفه دي، لا. انا خلاص انا عندي ده ومستريح في الفكره اللي انا عندي ده. يعني دي اهم حاجه ممكن المفروض تعرفها من الاول خالص. اكسبت اللي انت عندك انسكيورتيز، اكسبت اللي انت عندك انسكيورتيز. مثلا عندك حبايات في وشك، انت بنات، احنا بني ادمين، احنا مش بيرفكت. اكسبت ان انت مثلا عندك حبوب في وشك او حاجه كده، تمام. ده اول حاجه اكسبت، عشان دي هتبقى في تسامح مع النفس مش انتقاد. ما تنتقدش حاجه عندك انت ما اتحكمتش فيها. هو انا اخترت ربنا يديني كده، انت اخترتي ربنا يديكي كده، لا، تمام. احنا دلوقتي عملنا اكسبتنج. تاني حاجه، وريها للناس او اتكلم معاهم عليها. انا الانسان اللي انا كنت بتكلم معاه في الحكايه دي هو اخويا الصغير. اكتر واحد بحبه في حياتي اخويا الصغير، عشان
يعني عمل لي سبورت في كل حاجه في حياتي وفهمني، اعرف اتكلم معاه في الحكايه دي، هو بيتكلم معايا في الحكايات دي. يعني مثلا هو جسمه ما شاء الله حلو جدا، تمام، بس في مره كده كنا بنتكلم على الكلام ده الانسكيورتيز، وبيقول لي انا حاسس ان انا مش كبير قوي، حاسس ان انا قصير، حاسس ان انا مش عندي مشكله، مش عارف ايه. فبقول له يعني، كان بيتكلم معايا عليها عادي، فبقول له الحكايه دي مش مهمه يعني. هو مين اصلا بيفضل مركز مع كل حد هو قصير طويل مش عارف ايه؟ يعني مثلا انا شفت حد غريب تمام قصير قوي، تمام، اول حاجه انت هتقولها ده قصير شويه، وبعدين هتفضل تفكر في حياتك، انت مش هتركز معاه 24 ساعه. انت قصير، انا قصير، حد قصير، اي حد قصير هتشوفه وهو قصير، بعدين خلاص هتنسى الموضوع. بس هو الناس فاكره اللي هو الناس مركزه معاها للدرجه اللي هو اه ده قصير، اه ده عنده مشكله في شعره، اه ده عنده مشكله في ودانه. يعني حاجات خرا، حاجات مش صح. الدماغ بتفضل تلعب بيك، الدماغ بتفضل تحسسك ان انت قليل، عشان انت كمان بتتفرج مثلا على واحد زي براد بيت مثلا، او واحد شكله حلو جدا، وانت تقارن نفسك بيه. فانا عمري في حياتي ما هيبقى شكلي، انت مش محتاج يبقى شكلك كده عشان مثلا تبقى ناجح في الحياه، او مثلا تبقى ممثل كويس. لا، انت ما شفتش مثلا الممثلين المصريين؟ مش حد شكلهم حلو، مش حد شكله حلو من الممثلين المصريين، بس هم كلهم ناجحين. فهو ما تقارنش نفسك بالناس، اي حد. يعني انت مش محتاج تقارن نفسك باي حد، ولا بيا ولا بحد شكله حلو جدا. وانا اللي بعرق ثانيه واحده. تمام، لما توريها بقى للناس انت كده خلاص يعني، انت بتوريها للناس ومش خايف. تمام، عندك انت مثلا ايه؟ يعني هقول حاجه واحده كمان انا كنت انسكيور عليها، طولي. انا كنت انسكيور جدا عن طولي لدرجه ان انا كنت بحط شرابات جوه الجزمه عشان تطولني شويه. ده حوار يعني جاي جدا وحكايه يعني. انت يا ابني انت ايه؟ انت راجل يا ابني. ف انا كان عندي انسكيورتيز كتير، وبفضح نفسي بالطريقه دي عشان عارف في حد في مصر او في اي حته عنده انسكيورتيز ومش عارف يحلها ازاي ومش عارف يتعامل معاها ازاي. انا كنت بعمل حاجات كده، وفي ناس بتعمل حاجات كده وبتخبي. ما تخبيش. انت مثلا انا طولي طبيعي، انا طولي 175 سم، يعني 5 فوت 9 او حاجه كده. طولي طبيعي، مش لازم اطول نفسي بجزم بقى واحط شربات جوه. انا كنت بعمل كده والله، كنت بحط شربات جوه الجزم بتاعتي. فخدها مني، وريها للناس، قول احكي مع اخوك، احكي مع صاحبك، احكي مع باباك، مامتك، اي حد تعرف تحكي معاه، احكي مع نفسك حتى. اتكلم مع نفسك، انا عندي الكلام ده، ما تخافش. وتالت حاجه، فيكس. لو انت تعرف تصلح الانسكيورتي ده صلحه. يعني انت مثلا لو جسمك مش حلو، انا وانا صغير كنت بلعب سباحه فما كنتش ببني عضلات كتير، جسمي كانش وحش يعني، كان بالنسبه للناس كلها أنا جسمي كان كويس، بس انا كنت مش عاجبني جسمي، عاجبني معليش عضلات زي دلوقتي بقى ومش عارف ايه. ف صلح الموضوع. يعني مثلا حاجه زي الجاينو ده انت ما تقدرش تصلحه دلوقتي، ممكن تصلحه بعد مثلا لما تكبر شويه وهو هيروح لوحده. انا دلوقتي عندي بس قليل جدا، مش واضح اصلا. ممكن مثلا تعمل عمليه وكده، يعني صلحه لو تقدر. عشان كده مثلا انت عايز تشتغل على نفسك وتجيب فلوس عشان تعرف تصلح الحاجات دي اللي مثلا شكلك وحش فيها او مش عارف تتحكم فيها. صلحها. جزء انت تخين مثلا، عندك دبل تشين هنا ومش عارف ايه وشكلك وحش، صلحها، خس. يعني مش ده مش معناه ان انت عملت اكسبتنج ان انت تخين واتكلمت ان انت تخين. ما ما تحاولش، لا حاول. انا كنت بحاول. انا كنت مثلا مش عاجبني شكلي قوي، كنت مثلا اكل صح، اروح اتدرب كويس، اجيب كريمات بقى. انا معلش كريمات ده الحوار السكين كير ده انا كنت بعمله قبل كده، مثلا كلينزر بقى ومويسترايزر قبل ما تنام. لا الحكايه دي ما تعملهاش، شكلي بقى احسن من غير الحاجات دي. فلو انت مثلا عندك حاجات في وشك، عندي واحد كان صاحبي دايما كان بيشتكي عن حاجات في وشه ان شكلها مش حلو قوي، صلحها بقى شكله احسن. و يعني خلاص، يعني لو تعرف تصلح حاجه صلحها. رابع حاجه، احنا كنا اصلا اتكلمنا عن حاجه زي كده اللي هو comparison. ما تقارنش نفسك، احنا قلنا خلاص ما نقارنش نفسنا بحد عشان كل حد عنده ال insecurities دي. واخر حاجه اللي هي المايند سيت بقى، المايند سيت اللي يبقى عندك، تمام، اللي انت تحل insecurities. اشتغل على نفسك. ده المايند سيت، الحاجه الوحيده اللي انا، او اشتغلي على نفسك. انت لما تكوني بتشتغلي على نفسك وبتحبي نفسك، اهم حاجه الحب. حبي نفسك. انت ممكن تكون دلوقتي مش عارف تحبي نفسك، تمام، انت مثلا شكلك مش حلو، شكلك مش حلو،
ما اكتسبتش اي حاجه في حياتك، ما حاولتش عمرك في حياتك اي حاجه، ممكن انت مش عارف تحب نفسك كده، وده مش غلط بس ده مش صح برضه. حاول تحب نفسك كل يوم، عشان انا كنت بكره نفسي، انا كنت يعني حتى لغايه السنه اللي فاتت واول السنه دي انا كنت بكره نفسي، بشتغل على نفسي وبدوس على نفسي بطريقه اللي انا يعني لغايه لما خلاص ما كنتش قادر، اكون قاعد على الارض ببص على السقف اكني واحد عيان في مستشفى، للدرجه دي كنت بشتغل على نفسي. بس ده مش بيوري حب النفس خالص. وكنت مقفل على الناس كلها في المدرسه، مقفل على عيلتي، مقفل على ناس كتيره، وعشان ما كنتش بحب نفسي. ازاي احب مثلا الناس وافضل اتكلم معاهم ومش عارف ايه وانا كاره حياتي؟ عشان insecurities بسيطة جدا ممكن تتحل، ومش آخر العالم. أنا بقول لك كواحد أهو اسمع كلامي، أنا يعني أنا عندي محتوى بتاع تحسين نفس، وعديت بالمشاكل اللي أنت أو أنت بتعدي بيها نفسيا. وأحسن حاجة أنت ممكن تعملها إن أنت بجد والله ما بهزر تحب نفسك. يعني أنا ساعات أروح مثلا على ديت مع نفسي، أروح مثلا لغاية ستاربكس عشان أشرب مشروب أنا بحبه، أقرأ كتاب أنا بحبه، اقول لنفسي عاش يا يوسف النهارده، احكي لنفسي اه يوسف شفت لما انت اشتغلت جامد النهارده حصل ايه. يعني بعامل نفسي بطريقه حلوه. معظم الناس بتكره نفسها، بتكره نفسها لدرجه اللي هو يعني انت لو مش هتحب نفسك انت محدش هيحبك. ف ده الخمس حاجات اللي انا كنت عايز اقولهم عن ال insecurities. وانا عارف الفيديو ده كانش مثلا زي الفيديوهات التانية اللي هو فيهم edits بقى وكده مش عارف ايه، بس انا قلت انا عايز اعمله وخلاص. عشان انا كنت عندي الفكرة دي، انا اصلا عملت فكرة الفيديو ده من 3 شهور، بس قلت بقى انا خلاص عايز اعمله وانجز. وبس حب نفسك شوية، ما تعملش جادجينج نفسك بالطريقة السيئة دي، اعمل شوية عضلات، روحي انتي الجيم وهتحس بثقة في نفسك.